في مثل بيقول قدم السبت تلاقي الحد. وبالفعل الاهلي قدم لهم السبت، ما لقيش منهم الحد. هو ايه معناته الكلام ده؟ نقطة ومن اول السطر: لا صوت يعلو على اخر ازمتين في الساحة الرياضية بيصدرهم الاعلام الرياضي الزملكاوي في فترة النادي الاهلي الفيفا بيعلن انه الاهلي بيتصدر القائمة في الافضل على اندية العالم في الساعات الحالية، وانه النادي الاهلي عليه ضغط رهيب في يعني المساندة والمداعمة من الجمهور في مصر وبل في الوطن العربي. لا، الاعلام ساب ده كله وشغال على ازمة محمود عبد المنعم كهربا. كهربا ما بين نارين: إما أن يعتزل ولم يتم دفع الغرامة، وإما أن يدفع الغرامة بأي شكل من الأشكال. ضيف إلى ذلك بقى الأزمة الأخيرة اللي بيتم تداولها ما بين إمام عاشور، والأزمة اللي كانت مع فرد الأمن وتم الصلح فيها. البعض بيحيي هذه الأزمة بشكل مختلف علشان خاطر يعني مصرين على حبس إمام عاشور. هل ستنجح يعني هذه الجهات الإعلامية ضد لاعبي النادي الأهلي، أم هناك من يحمي لاعبي النادي الأهلي في هذا الوقت؟ الأول يا جماعة خلوني أصلي على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أول مرة حضراتكم بتتابعوني على ملعب أو الكباتن، أتمنى من كل قلبي تشترك في القناة، فعل زر الجرس، اضغط لايك عشان يصلك كل جديد. يبدو انه حسين لبيب مع حفظ الالقاب مصر على ان يعلن كهربا اعتزاله، وكأن مجلس ادارة الزمالك بقيادة حسين لبيب يعني متأكد ان النادي الاهلي لم ولن يدعم او يساند محمود عبد المنعم كهربا في ازمته. يعني ايه؟ يعني حسين لبيب بامكانه انه يصبر على الولد، بامكانه انه يصبر على كهربا، بامكانه انه يعني يرحم بالبلد كده، يرحم كهربا في طريقه الدفع للغرامه اللي النادي الاهلي عمل تنسيق مع الزمالك فيها ووافقوا عليها. طيب، ايه السبت اللي الاهلي قدمه؟ السبت اللي الاهلي قدمه لو تفتكروا انه الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته هم من اعلنوا وقاموا بمبادره زياره النادي الاهلي لنادي الزمالك بالورود وبالاحضان، وكانت ساعة من يعني الصفاء والنقاء ونبذ الخلافات والتعصب والفتنة وما شابه ذلك. الأهلي قدم السبت وراح. أنت عارف يعني الأهلي يروح الزمالك وليس العكس. طيب هنا الأهلي ما لقيش الحد. عايز تقول لي مثلا الأهلي هيتخلى عن كهربا؟ لا، الأهلي عمره ما تخلى عن كهربا أو غير كهربا في مثل هذه الأزمات. ولنا في الماضي خير دليل. النادي الأهلي قبل كده أعطى كهربا مبلغ كبير من المال كدفعة أولى إنه يقوم بتسديدها لنادي الزمالك. النادي الأهلي كان سمح لعبد المنعم كهربا بإنه يظهر على القنوات والبرامج والإعلانات والكلام ده كله عشان يقدر يلم جزء من المال. لكن الأهلي ما لقاش الحد. ويبقى السؤال لحسين لبيب. واحد زي ده كهربا راجل يعني بالبلدي كده على الحديدة في الوقت اللي احنا فيه. راجل ما اتجوزش رغم تقدم سنه. راجل بتحاولوا انكم تسودوا عليه عيشته. طب عشان ايه ده كله؟ يعني عشان ايه ده كله؟ حقك، انا معاك حقك ايا كان بقى، في تزوير في الاوراق او على حسب ما اتقال قبل كده، ولعب في الاوراق واتحاد الكره والطبخه اللي طبخت. ولكن يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الارض يرحمكم في السماء. الراجل مش هيتذلل لك يعني. الراجل مش هيقول لك والنبي يا اخي لا. دايما قطبي الكرة المصرية عنوان ل
القيم والمبادئ والإيجابيات اللي الجمهور المفروض بيقتبس منها وبيطبق. لكن ما نراه في الزمالك هو إظهار أزمات داخل الأهلي ولو الذراع. ده اللي احنا بنتابعه في الفترة الأخيرة. لكن خدوها مني، عبد المنعم كهربا مش هيعتزل. عبد المنعم كهربا هيلعب، والنادي الاهلي هيقوم بمساندته، والنادي الاهلي هيسمح له بالظهور في البرامج الرياضيه، وهيسمح له بظهور الاعلانات وما شابه ذلك، كي يتم تسديد قسط من الاقساط اللي عليه في الغرامه. لكن خلاص كده عرفنا انه اللي في الزمالك في الزمالك، يجي مرتضى يمشي مرتضى، يجي لبيب يمشي حبيب. خلاص. وده الفرق بين الاهلي والزمالك. ده الفرق بين ان الاهلي بيتعامل مع انديه اوروبا وافريقيا والعرب بكلمه امانه، لكن يبدو ان الاهلي يعني مش هقول مثلا خلفه الظن او امن امان زياده عن اللازم، ويفكر ان العلاقات كما بداها الاهلي هتستمر. ولكن المنافس مش عايز كده. المنافس عايزك يعني ان لم تكن مثله تبقى الاقل. لكن ربنا قال ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. جمهور الاهلي بيدعم كهربا، والنادي الاهلي بيدعم كهربا، والكل هيفضل في ظهر كهربا مهما كان كيد الكائدين ومكر الماكرين في النادي المنافس. نروح بقى على ازمه امام عاشور وفرد الامن، وأزمة إمام عاشور وشوبير ومرتضى منصور. يعني الإعلام المنافس عايز يصدر لك أزمات وما هي إلا أزمات في يعني لاعبين دوليين، لاعبين مؤثرين، لاعبين معروفين حجمهم على المستطيل الأخضر وعلى السوشيال ميديا وفي كل مكان. عايز أقول لك إنه الولد إمام عاشور ده ولد سالك، سالك بالأمانة، كفاية دعوة أمه له. الولد اتحكم عليه لكن تم المصالحه بينه وبين فرد الامن، والحمد لله الموضوع خلص. لكن في ايدي بتعبث على احياء الازمه، ايا كان، من طريق النيابه العامه، من طريق الخصم، من طريق اعاده الحكم، وما اعرفش البحث عن ثغره في القانون، الكلام ده كله. ولكن كله بامر الله وليس بامر يعني الكائدين والماكرين والمتربصين والذين يبحثون عن اي يعني شيء يضر باللاعبين. كفايه يا احمد رفعت الله يرحمه، كفايه. الموضوع ما بقاش مستحمل والله. لكن هنا خلصت، لكن مع مرتضى منصور ما خلصتش. هل مرتضى منصور سيظل وراء امام عاشور واحمد شوبير لحد ما يحبسهم على حسب قوله؟ ما نعرفش. لكن اللي نعرفه ان الجماعه كانوا في الاستوديو في البرنامج، وما حد جاب سيرته ولا احد يعني تطاول عليه لفظا او نظره او نصر او ما شابه ذلك. كل الدعم للنادي الاهلي، وان شاء الله الاهلي يتسيد العالم في جنوب سكر، وان شاء الله دايما الاهلي نسره يحلق في سماء العالم وليس في سماء افريقيا. ده النادي الاهلي. بشكركم جدا، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.